بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من قناة قلب الصقر أحييكم إخواني في الله وأهنئكم بحلول العشر الأواخر من رمضان، جعلنا وإياكم من العتقاء من النار، قولوا آمين. وصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في بداية الأمر نهنئ فريق النادي الأهلي المشرف تشريفا عظيما لمصر في محافل الرياضية بفوزه على نادي سيمبا التنزاني. وبهذا الفوز يكون الأهلي قد ضمن حوالي 60% من صعوده لدور النصف النهائي. المباراة كانت أكيد في ظروف غامضة وظروف غريبة وفي مناخ خدم الأهلي الاتحاد الأفريقي لما خلى المباراة بالليل، لأن احنا عارفين ان في تنزانيا هناك درجة الرطوبة كانت 83%. عارفين يعني ايه 83%؟ يعني ما فيش اكسجين. رطوبة 83% يعني ما فيش اكسجين. ولعيبة جاية مرهقة، غالبيتها جاية مرهقين من المنتخب للاعب مباراتين، والمباراة الثالثة في 8 أيام. ما بين مباراتين المنتخب مباراة تنزانيا مع سيمبا 8 أيام فيها 3 مباريات، وده شيء صعب على أي لاعب مصري. ولكن مع عزيمة وإصرار للنادي الأهلي تم الحصول على، ولكن الأهلي استطاع بخبرته وخبرة لاعبينه أن ياخذوا من المباراة اللي هم عايزينه. هدف في أول 4 دقائق، هدف جميل من سرور اللاعب المخضرم السلية للاعب محمد هاني، اللي من ناحيته عمل كروس ولا أروع، خلى مدافعي فريق سيمبا التنزاني يخطئوا ويصبحوا في هرع ومرع وفقدوا تركيزهم، حتى أن لاعب خط الظهر كاد أن يحرزها في نفسه لولا حارس المرمى ببراعته الذي ردها مرة أخرى ليتلقاها اللاعب كوكا ويحرزها في شباك مرمى سيمبا. بهذا يكون الأهلي حصل على 3 نقط وفاز في مباراة الذهاب. نبارك له الفوز ونتمنى له الفوز في مباراة الإياب إن شاء الله الأسبوع المقبل، لأن الأهلي هو ممثل للكرة المصرية وليس ممثل لنفسه فقط. يا إخواني، عايزين نتكلم في حاجة تانية، عايزين نشجب التعصب، نحارب التعصب، ننتهي عن التعصب، وشجع النادي بتاعي وشجع النادي بتاعك بكل روح رياضية، بكل محبة، بكل أخوة. أخويا زملكاوي وأختي زملكاوية وأبويا أهلاوي وأمي زملكاوية وهكذا، وجيراني وصاحبي أهلاوي وصاحبي التاني زملكاوي وأنا كذا. مش محتاج التعصب اللي احنا فيه. لما نيجي نلعب مع بعض أهلاوي وزملكاوي نشجع فريقنا زي ما احنا عايزين، نقول الشعارات اللي احنا شايفينها ترفع من روح لاعبتنا المعنوية، ولكن بدون تجريح في الآخرين. تمام؟ بدون أن نجرح الآخرين. ليه؟ لأن اللي بجرحه ده أخويا. احنا كنا بدري الشعارات ايه؟ يا زمالك يا مريسة، فن ولعب وهندسة، ويرد الأهلي بيب بيب الأهلي حديد. كانت شعارات حلوة، تمام، تبعث الروح القتالية في اللعيبة دون التعصب. اللعيبة دول كلهم يا إخواني إخوان، بيخلصوا الماتش يتعشوا مع بعض، يتقابلوا مع بعض، بيروحوا المنتخب يناموا مع بعض، ياكلوا مع بعض، يشربوا مع بعض، يتفسحوا مع بعض، أرقام تليفوناتهم مع بعض. ليه التعصب اللي بيننا ده؟ ليه أنا إهلاوي ده زملكاوي ده إسماعيلاوي ده منصراوي ده اتحداوي ده أولمباوي ده؟ لا، احنا كلنا مصريين نشجع فرقتنا بالطريقة السلمية، بالطريقة اللي تحفز لاعبي فريقي على الفوز، مش بالطريقة اللي تجرح الآخرين. وفي الآخر يا إخواننا، الأهلي والزمالك فريقين مصريين، أشجعهم هنا، كل واحد يشجع فريقه عادي بالصورة اللي هو يشوفها تليق بفريقه، تمام. لكن لما فريق يلعب برا كأهلي أو زمالك أشجع الأهلي، لأنه ده نادي مصري يلعب باسم مصر. هو أنا لما الأهلي يتغلب
حستفيد ايه كزمالك؟ ولما الزمالك يتغلب من فريق برا حستفيد ايه كأهلي؟ فأنا من المفروض ان اشجع. بص، ما علقش نجاحي على فشل الاخرين. يعني ما اتمناش الزملكاوي فشل الاهلي عشان يبقى نجح. لا، مش هتبقى نجح، هتبقى فاشل زيه. لا، انت تحداه في النجاح، حاول ان تنجح زيه، شوف هو بيعمل ايه واعمل زيه. لكن انا كل همي ان الزمالك يخسر عشان افرح. طب انا كسبت ايه؟ او الاهلي يخسر عشان الزمالك يفرح. طب الزمالك كسب ايه؟ تمام. احنا بدري شفنا الروح الرياضيه بين الاهلاويه والزملكاويه لما كان الخطيب ينزل وفي ايده كابتن حسن شحاته وكابتن فاروق جعفر، عمالقه الكره المصريه. تمام. كابتن زيزو عبد العزيز الشافي، كابتن شطه، كابتن مجدي عبد الغني يوم ما كان في الاهلي بيلعب، كابتن محمد صلاح بتاع الزمالك، كابتن فاروق جعفر، الكابتن الخلوق العظيم الله يرحمه ابراهيم يوسف، الكابتن الله يدي الصحه ملك خط النص فاروق جعفر، وظاهر ابو زيد، ومصطفى عبده، وظاهر الشيخ، وعبد العزيز الشافي، وصفوت عبد الحليم، واحمد يا سلام، وثابت البطل، واكرامي، وعبد المأمور، كانت ايه، واسماعيل يوسف، وابراهيم ابراهيم يوسف، واسماعيل يوسف، وربيع ياسين، واسامه عرابي. لعيبه يعني كانت ناس اجيال علمونا كيف يكون التشجيع وكيف تكون الاخلاق. ليه ما نرجعش يا اخواننا للصوره دي تاني؟ ليه ما نرجعش للصوره الجماليه تاني ونعبر عن حب مصر بحبنا لانديتنا، ولكن نرفع شعار النادي المصري عندما يلاقي نادي اخر. تمام. الاهلي فاز نقول له الف مبروك، والاهلي الزمالك هيلعب نشجعه، ولما يفوز نقول له الف مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك. اشجع فرقتي كما اشاء بالشعارات التي تجري على الاخرين. في لعيبه في الاهلي يا اخواننا تبث الروح الرياضيه والاخلاقيه، منهم كابتن محمود الخطيب الذي ارسخ روح الطيبه والجدعنه والاصول. تمام. بدون اي مزايده على اي لاعب في الزمالك، كابتن ابو تريكه، كابتن محمد عبد الشافي، الكابتن فاروق جعفر، الكابتن الذي لا يختلف عليه اثنين حسن شحاته محبوب الجماهير المصريه. تمام. محمد عبد الشافي دوت ما فيش واحد لاعب فريق في الجمهور الاهلي، ما فيش واحد من جماهير الاهلي يكرهه. ليه؟ لعيب خلوق جدا جدا. كذلك اللعيب محمد ابو تريكه، لعيبه الاهلي كلهم ما فيش حد يختلف عليهم. في لعيبه يا اخواننا سرعه الاستثاره عندهم سريعه جدا، زي الكابتن الجميل الحريف شيكابالا، شاغل نفسه بالجماهير، ضيع 70% من نجوميته. شيكابالا ده من افضل من لمس الكره في مصر وفي الوطن العربي كله، من افضل من لمس الكره في افريقيا. لولا تعصبه ومشاغبته مع الجمهور لكان له شأن آخر. لابد أن يكون اللاعب نبراس وقدوة لجماهير. يا أخي أنت بتشوفك أطفال صغيرة، خليك زي اللاعب محمد أبو تريكة، دائما يجعل سبحان الله من اللعب يجعل منه مدرسة، يجعل رسالة، يشجع ويحب، لم يذم حتى من يشتموه لم يرد عليهم. هكذا تكون الأخلاق. نحن مسلمين يا إخواني، لا ننسى عقيدتنا وديننا في مقابل تعصب الكرة. هذا ما هي إلا ترفيهية ليست أساسية في حياتنا. يعني مش هنموت لو بطلت الكرة، ولكن هي وسيلة تسلية ترفيهية جميلة محببة للجماهير المصرية. ليه نخليها عدائية؟ ليه نخليها زي الدخان؟ ليه نخليها كيف زي الدخان ضار؟ احنا عاوزين تبقى زي دخان البخور، ريح طيب، تمام، ومطهر للمكان ومطيب. هكذا تكون الرياضة من يختلف على أخلاق الخلوق حلمي طولان؟ من يختلف على أخلاق المرحوم حمادة إمام؟ من يختلف عن نجومية شيكابالا اللعيب الكبير، حازم إمام الكبير؟ من يختلف عن نجومتهم؟ تمام. ولكن التي يفرق بين هذا وذاك هي الأخلاق الرياضية. محمد عبد الشافي هذا بسم الله ما شاء الله، والله لو أتى الأهلي إلى الآن في هذا العمر لقبله الأهلي. لابد أن يا أخواننا أن نتحلى بالروح الرياضية ونشجع بالأخلاق. شجع ناديك، ليس لك شأن بالآخر.
اشغل نفسك بناديك، لا تشتم، لا تسب، لا تتمنى خسارة النادي الآخر. عندما تلاعبه تمنى لفريقك الفوز، ولكن عندما يلاعب فريق خارج مصر تمنى له الفوز. فهيا سويا يا إخوتي نمد يد العون سويا ونشجب التعصب الذي لا يأتينا إلا ببلاء، ولا يزرع بيننا إلا الغل والحقد والكراهية. إخوتي في الله، أناديكم أن نشجب التعصب ونشجع أنديتنا حيثما كانت. يا إخواتي الجماهير إخوة وأهل، كذلك اللاعبين أصدقاء وإخوة. لاعب في الأهلي أخوه لاعب في الزمالك، لاعب في المصري أخوه لاعب في الترسانة، أخوه لاعب في المحلة، أخوه لاعب في المصري، أخوه لاعب في الأولمبي، أخوه لاعب في كل الأندية متوزعين. وجزاكم الله خيرا، وأشكركم في حفظ الله جميعا ورعايته، وأتمنى لكم صوما مقبولا إن شاء الله، وجعلنا وإياكم من العتقاء من النار. تقبل الله منا ومنكم الصيام والصلاة والزكاة والقيام والسجود والركوع. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.